أهلا بكل متابعي الكرام. النهاردة هنتكلم عن حاجة غريبة جدا، وهي لغز وفاة الفنان نجيب الريحاني، وإيه اللي حصل قبل وفاته بدقايق بسيطة في آخر أيام حياته. هنعرف النهاردة تفاصيل كتير جدا عن وفاة نجيب الريحاني. شكل وفاة نجيب الريحاني أسطورة الكوميديا صدمة كبيرة جدا لكل الوسط الفني وكل مشاهديه كمان، وكمان معاه عدد كبير جدا من السياسيين والمفكرين، ولأنه قدر يحفر اسمه في تاريخ الفن المصري بأعماله طبعا المسرحية والسينمائية كمان. رغم إنه مات في سن صغير، ما ماتش كبير يعني في السن، بس طبعا قدر يحفر اسمه في قلب كل الناس المشاهدين وكمان في الوسط الفني. والفنان نجيب الريحاني اتوفى يوم 8 يونيو عام 1949، ومر على رحيله سنين كتيرة، بس كان في علامة استفهام أثرت في كل الناس وصارت الجدل وعلامات استفهام كتيرة. إيه اللي موت نجيب الريحاني؟ في ناس كتير جدا قالوا إن هو مات بحقنة غلط، وفي ناس قالوا إنه في دواء، الدواء ده خده، بس طبعا هو اللي تسبب في وفاته. الحقيقة فين؟ الحقيقة إن الفنان نجيب الريحاني كان فترة تعبان، وكان بعت يجيب دوا من بره بطيارة خاصة علشان الدوا ده هو اللي فيه الشفا ليه. وبعد مرور 10 دقايق من تناول الدواء ده حصل لنجيب الريحاني اضطراب في جسمه، وكمان حس برعشة جامدة جدا، وأصيب بألم حاد في كل جسده حتى فارق الحياة. وده اللي اتقال. والسبب الشائع اللي اتقال عن وفاة نجيب الريحاني بالنسبة للسبب الأولاني اللي احنا قلناه، انه في حقنة غلط خدها، وده كان في ناس كتيرة جدا عرفوا السبب ده، وقالوا إن نجيب الريحاني خد حقنة غلط في المستشفى أدت لوفاته، وعملت له تصلب شرايين القلب، وطبعا اتوفى في الحال. وفي ناس قالوا إن هو اتوفى بالتيفود، وأصيب في الإسكندرية في أحد المستشفيات، وقالوا إن ده كانت سبب وفاته. وفي أحد المقربين من الفنان نجيب الريحاني قال إن سبب وفاة نجيب الريحاني اختلفوا عليه الأطباء نفسهم اللي كانوا بيعالجوا الفنان نجيب الريحاني. وكانت حالة نجيب الريحاني كانت بتسوء كل ساعة بعد التانية، وكان من المفترض إن الأطباء دول يعالجوه في أسرع وقت ويكتبوا تقرير شامل عن حالته، وطبعا يشوفوا الدواء اللي المفروض نجيب الريحاني ياخده. بس طبعا نجيب الريحاني في 3 أطباء قالوا إيه السبب لوفاة نجيب الريحاني، ودول الأطباء اللي كانوا بيتابعوا حالته. في بعض منهم قال إن وفاة نجيب الريحاني الدكتور بيقول إنه استعماله للدواء كان غلط، والكمية اللي تناولها نجيب الريحاني كان كمية كبيرة، وأصبحت خطر على رجل مريض قلب. يعني هو واخد إن لازم الجرعة دي تتاخد بكمية صغيرة جدا. وفي الأطباء الطب الشرعي قالوا، خبراء الطب الشرعي قالوا إن نجيب الريحاني مات نتيجة التسمم بالأقراص دي، لأنه كان يجب على نجيب الريحاني أخذ جرعة صغيرة منها مش كلها. فالكل أجمع إن كمية الدواء اللي خدها نجيب الريحاني مرة واحدة هي اللي أدت لوفاته. وكان آخر أعمال نجيب الريحاني فيلم غزل البنات مع ليلى مراد وأنور وجدي، واللي مات قبل أن يشاهد هذا الفيلم. وبكده اتكلمنا عن لغز وفاة الفنان نجيب الريحاني، وفي حلقة جاية هنتكلم عن حاجات كتير جدا في حياته، وعن عدد زيجاته، وعن حياته الفنية وكمان الشخصية. بس قبل ما نختم النهاردة الحلقة، يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو وكمان اشتراك في القناة، ونفعل الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد وحصري من القناة. دمتم في رعاية الله وأمنه.